السلام عليكم ladies and gentlemen. اليوم راح نحكي عن شخصية ادي شانكار، مخرج انمي ديفل ماي كراي الخاص بنتفلكس. الله، تحبه ما تحبه، تشجع ما تشجعه، اخر فنجان من الصرف الصحي. طبعا هذا الرجال مشهور بانه بس يقتبس افلام ومسلسلات عن العاب مشهوره مثل كاسلفينيا اللي اشتغل عليها قبل انمي ديفل ماي كراي. وبسم الله الرحمن الرحيم باول شفصه اللي هي زعل لان ديفل ماي كراي 5 نجحت. الشغل على الانمي هذا نفس فتره الشغل على ديفل ماي كراي 5، تمام؟ يعني ب 2017 16 15، يعني تقريبا ورا 2015، تمام؟ وعلى اساس انه راد انه يحيي السلسله وما اعرف ايش وكذا وكذوات. وبالنهايه لما نزلت ديفل ماي كراي 5 شاف الاقبال عليها، قال انه اني احبطت وقلت يا ريت لو مسوي الشيء ثاني مثلا ستريت فايت. يعني تخيل اللي على اساس يحب ديفل ماي كراي وقال بالتصريحات السابقه انه اني احب ديفل ماي كراي واني كلش احب هالسلسله واموت على هالسلسله، فجاه يقول يا ريتني ما مسوي انمي نتفليكس ومسوي انمي لفد عمل ثاني من اعمال كابكوم. ونجي للشفصه الاخرى، البعره الجميله، المفاجاه الكبرى، لما فجاه بدون سابق انذار قال اني مع موندوس. شخصيه يعني ما فهموها جماعة ديفل ماي كراي بشكل صحيح. اللي لعب اللعبة ويعرف ديفل ماي كراي يعرف انه هذا اكثر شرير بالدنيا، ما حد يحبه من كثر ما شرير، بس يريد يغزو البشر ويدمر البشر. والحمد لله سباردا ودانتي طيحة وحظ حظه. يعني لا جبت لك فيرجل، لا جبت لك اي شخصيه ثانيه، لا اختارت لك شخصيه يعني شر مطلق مثل موندس. يعني ما بقى يقول بس انه شخصيه اركم كانت شخصيه جيده، يعني هي وموندس اكثر شخصيات مكروهات بالدنيا. يعني تريد تدفل بوجههم حرفيا، تريد ترقعهم بالنعال، تريد تعدمهم بالقلب. خرب حشيتك القهوه. وخلينا ننتقل الى البعرة الاخرى اللي هي يقول انه انا بزوتي اللعبة باعت 10 مليون. تدري انه اللعبة اصلا بايعة يعني هواي، خاصة السبيشال اديشن. تدري انه ما تدري انها اصلا بايعة هواي، فانت بس زدت مبيعاتها شوية. بس ما انكر انه الانمي مالتك عرض ديفل ماي كراي لناس جدد وفانز جدد. مشكلتهم الوحيدة انهم جهلة، وراح نعلمهم ان شاء الله. وسبب انه صارت هواي ناس وزيادة بعدد الناس اللي تلعب ال HD Collection مال الجزء الأول والثاني والثالث على ستيم، وبسبب مود كريمزون. تمام؟ بسبب مود كريمزون للجزء الثالث اللي يحسن من الجيم بلاي. وأكبر كذبة وأكبر بعرة وأكبر سالفة انه لا تخافون ترى ما راح اغير بالشخصيات، انا بس راح اسوي تعديلات بسيطة. انت بعرفك بكل شيء. تدري لو ما تدري، خليت دانتي ابن سباردا ضعيف، خليت فيرجل هم ابن سباردا ظهوره قليل، وفوق هذا كله عميل لموندوس اللي قتل امه. اي نعم فيرجل النسخة الاصلية هم يعني متعجرف ويعني لا ذمة لا ضمير لا اخلاق لا مبادئ، بس شكله مولديشن بس هم ما اشتغل ويا موندوس، قاتل موندوس. اي نعم انسحل بس يعني احاول انه يقاتل. وحتى ليدي غير من ماضيها وخلاها تتبنى اسمها الاصل اللي ما سوتها بالجزء الثالث ولا باي جزء. قصدي اللي صح لي ماري انا على الوالده. ليش؟ لان ابوها هو سماها ماري وهي تكره ابوها. ليش؟ لانه قتل امها، صار ويا الشياطين، قام يدمر بالبشر. يعني حرفيا اخر شيء ممكن يسويه اي شخص. تمام؟ اذا تريد تسب لك واحد يقول له يا اركم، تمام؟ ويجيني واحد يقول لي حمو القصة جديدة وما لها أي علاقة بالسلسلة، تمام؟ حبيبي ذكرك بكود 2019 اللي احترمت كابتن برايس سوب وغوست، طورته، مو بس احترمته طورته زين، وما خربت أي شخصية من الشخصيات الرئيسية عدا تقريبا ماكروف. يجي يقول لي حمودي هذا ريبوت، فعادي يخري على الأول والتالي أنا الوالدة، تمام؟ أرجع ب100 نعال، ارجع. والله انا انت بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحده في قلبي وواحده في هسه يجيني واحد يقول لي حمودي اذا كان اكو عمل
مسلسل او انمي لديفل ماي كراي، واحترم الشخصيات الرئيسيه وكان يعني يطابق الالعاب. شنو ممكن يكون شكله؟ احب اقول لك انمي 2007 اللي نزل ب 2007، واللي اي نعم ميزانيته قليله و12 حلقه بس، والرسم مالته مو ذاك الشيء بسبب الميزانيه، الى انه يظل افضل وامتع من ذاك الانمي الخرا. زين يعني دانتي ليدي تريش شخصيات نفسها تمام، عكس حضرة جناب آدي شانكر اللي خرب الأول والتالي تمام. بعرف كل شيء أنت تحبه يعني. حبيت دانتي؟ أوكي راح نخليه ضعيف. عجبك تطور ليدي؟ أوكي راح نخربه. أنت من جماعة فيرجل والموتيفيشن؟ أوكي ما راح يظل أصلا إلا كم دقيقة. يا معودين شنو السالفة؟ إلا تبعرف كل شيء. هاي نتفليكس، هي نتفليكس وسوالفها. اي شيء يطخها يديهم النكسه تخرب اي شيء يعني. شوف لك يعني، حتى شوف لك المسلسلات 3/4 مسلسلات بيهن اشياء يمني يسرع تمام، وما مركزه على القصه ولا على الاحداث ولا انه يسووا لهم مسلسل بحظ نادرا يعني. شوف لك خرب امهاتكم، خرب ابهاتكم، خرب اللي خلاكم تسوون مسلسلات وافلام، خرب اللي طاكم فلوس، خرب اللي كون ارجعكم بهاي حديد، هاي ارجعك بيها تنفشخ. زين وهذا كان الفيديو. لايك فيفورت سبسكرايب. في امان الله.